في بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 223 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2 بتطبيق القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته الرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة. ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة مقتضيات المرسوم رقم 2/14/652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40/21 المغير والمتمم للقانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد أرقام المعاملات الواجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104/12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفية إيداع التبليغات في شكل مبسط طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104/12، كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40/21. كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها لطبيعتها التشريعية في نص القانون السالف الذكر رقم 104/12، بالإضافة إلى ملائمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2/14/652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 104/12 في القانون رقم 40/21 المغير والمتمم للقانون رقم 104/12. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم 2/23/274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2/15/109 بتطبيق القانون رقم 20/13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعدما غير القانون رقم 41/21 المادة 5 من القانون رقم 20/13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة إلى 30 يوما من 30 يوما إلى 60 يوما. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2/15/109 من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2/23/404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2/23/405 بإحداث مختلف القضايا التي تستأثر باهتمامات الرأي العام الوطني عموما. موضوع القضية الفلسطينية هذا موضوع اللي فيه موقف واضح وصريح، وبلادنا عبرت عنه غير ممرة، ويكفي أن نذكر بمختلف المبادرات التي قادها صاحب الجلالة، وأيضا مختلف العمل اللي كتقوم به جملة من المؤسسات، طبعا وزارة الخارجية وأيضا المؤسسة اللي كتشتغل بيت مال القدس الشريف. فالموقف المغربي هو موقف ثابت ولا غبار عليه، وأعتقد بأنه مؤخرا هذه فقط أسابيع قليلة كان بيانا صريحا وواضحا لوزارة الخارجية المغربية، واللي حددت طبعا المعالم اللي
اللي طبعا سبق وأن حددها جلالة الملك غير ما مرة في رسائله وفي يعني في مختلف المبادرات التي يتخذها في هذا المجال. دابا الآن الموضوع ديال الغازوال الروسي هذا ناقشناه في هذا وجاوبنا على هذه الأسئلة اللي كترتبط به في هذه الندوة الصحفية غير ما مرة. راه ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد هذه المادة هذه، لكن هناك صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية اللي يمكن أنها تواكب المستثمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني. وأعطينا أرقام حول الحجم في السنوات الماضية اللي كيطلع وكينخفض حسب يعني الجاذبية ديال هذا السوق هذا. فسيد رئيس الحكومة في البرلمان يوم الاثنين الماضي تطرق إلى هذا الموضوع من منطق المسؤولية الحكومية، على اعتبار أنه كلام كثير قيل في هذا الموضوع هذا حول السعر ديالو في السوق الدولية، واتضح بأنه هذه الأسعار كلها اللي كان كيتكلموا عليها البعض لا وجود لها في الواقع. الحكومة هذا الموضوع هذا كتعتبره بحال مختلف المواضيع الأخرى المرتبطة بالاستيراد ديال هذه المواد هذه، ما كاينش اللي يمنع أنه يتم استيرادها، لكن خاص المؤسسات أيضا البنكية تلقى يعني الإمكانيات وتلقى السهولة باش تقدر تواكب هاد المستثمرين في هذا المجال. والمعطيات اللي مرتبطة بالأسعار أعتقد بأنها غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها. والحكومة كانت سبق لها تدخلات خاصة في الموضوع المرتبط يعني بالفحم اللي كيستعملوا المكتب الوطني للكهرباء لاستيراده من هذه الأسواق. وطبعا الهدف هو أنه نوفر هذه المواد هذا اللي كتدخل في الإنتاج ديال الطاقة الكهربائية ببلادنا. هل تقرر سلا عاصمة المجتمع المدني؟ نعم. هذه المبادرة ديال اختيار بعض المدن كعواصم للمجتمع المدني كتعمل واحد المنظمة إيسكو على ما أعتقد الاسم ديالها، عندها شراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان. السنة الماضية كنا في تطوان، هاد السنة غادي نكونوا إن شاء الله في سلا. هما اللي كينظموا، لكن الوزارة تواكبهم عبر يعني في المجال ديال المواكبة، سواء المواكبة المادية اللي ماشي كبيرة بزاف، ولكن أيضا على مستوى المواكبة ديال الأنشطة وديال مختلف يعني الفقرات اللي كيعرفها هذا التنظيم. لذلك اليوم كاينه جمعيه جديده هي جمعيه ابي رقراق اللي غتكلف، وحنا معاهم على الاتصال مباشر باش هذا الحدث هذا يعني يعرف واحد النجاح متميز وكبير. التشغيل الجمعوي والاجراءات الضريبيه، هذا التشخيص اللي عملتي انا متفق معك فيه. مدونه الشغل اليوم مازال كتكلم على المقاولات وكتكلم على الجمعيات، وغير طبيعي أن الجمعيات يتم معاملتهم معاملة المقاولات. هذا علاش جبنا هذا الموضوع هذا ديال التشغيل الجمعوي في المنتدى الأول في الدار البيضاء. ماشي الهدف أننا نخرجوا توصيات موجودة، ولكن أولا الهدف هو أنه الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان في الشق المرتبط بتدبير المجتمع المدني تقدم التصور ديالها للجمعيات المشاركة في هذا المنتدى. تم تقديم هذا التصور، وفي نفس الوقت حاولنا نخرجوا من النمط الكلاسيكي ديال المنتديات. كان واحد المعرض اللي فيه تقريبا واحد 32 عارض ما بين مؤسسات عمومية ووزارات وقطاع خاص ومؤسسات ومنظمات دولية مانحة. الهدف هو نلاقيوهم مع هذه الجمعيات، يسمعوا لهم، يهضروا معهم، يعطيوهم المشاريع اللي كيشتغلوا عليهم، ويقدروا انهم يقتنصوا واحد الفرص ديال الشراكه وديال التعاون ما بين هذه المؤسسات. غنمشيو في هذا المجال هذا، نكملوا الجهه 12، كنخموا ان شاء الله لما لا تكون الجهه 13، لما لا. لكن اللي مهم هو يجب اعاده النظر في القوانين المؤطره للتشغيل الجمعوي. عبر ايش؟ خاص يكون عندنا اطار قانوني خاص بتشغيل الجمعيات. لا معنى ان تؤدي الجمعيات الضرائب، خاص قانون باش يكونوا بطريقه اوتوماتيكيه
وفي الوثائق اللي غادي تجي إن شاء الله مستقبلًا ديال القوانين المالية السنوات المقبلة، منين يكون هذا القانون هذا، يكون عندهم واحد النظام خاص، ما يخلصوش الضرائب. ثانيًا، وهذا اللي مهم، نوجدوا لهم واحد يعني واحد المراجع ديال المهن والكفاءات اللي كيحتاجوها، ونعاونوهم على مستوى الOFPTT وعلى مستوى الجامعة المغربية باش نعملوا واحد الأنظمة ديال التكوين لهاد المهن الخاصة اللي كيحتاجوها الجمعيات، لأن الجمعية ملي كتحتاج المدير تحتاج إلى مدير لجمعية ماشي مدير لمقاولة. فهاد التخصص هذا، هاد المراجع ديال المهن والكفاءات، هاد التخصص ديال المواكبة على مستوى يعني تكوين الشباب اللي باغيين يشتغلوا في هذا المجال هذا، هاد القوانين اللي غادي تجي إن شاء الله في المستقبل، أننا إن شاء الله نخرجوا ما يمكن أن نتفق عليه، القانون المرتبط بالجمعيات، قبل منه القانون ديال السجل الجمعوي. هذه كلها ملفات كنشتغلوا عليها الآن، طبعا تحتاج إلى نقاش مع وحوار، أولا مع مجموعة من المتدخلين العموميين، مع النقابات لأنهم معنيين بهذا الملف هذا، وأيضا حتى مع الجمعيات في حد ذاتها. آه، الإجراءات تكلمت عليها. ألور الحالة المائية د بلادنا يجب أن نتفق بأنها صعبة، وهذا مرتبط بواحد التأخر على مستوى الأمطار اللي هذه سنوات كانت دائما أقل من المعدلات، لكن أيضا هناك تأخر على مستوى إنجاز مجموعة من المنشآت المائية، يجب أن نعترف بذلك. هناك تأخر على مستوى مجموعة من المنشآت الكبرى اللي كانت غتحل المشكل. نعطي مثال، محطة ديال التحلية ديال الدار البيضاء اللي كان الحديث عليها في 2016 كون كانت موجودة اليوم، كون راه اليوم كنقتصدوا واحد 300 مليون متر مكعب، وكانت المياه ديال الربيع نسقيو بها واحد المجموعة ديال الأحواض السقوية، واللي تساهم في الإنتاج الفلاحي في بلادنا. دابا لحد الآن الدار البيضاء ما يعني المحطة ما توجدتش. الحكومة الحالية تسارع الزمن باش إن شاء الله أنه يتم إنجازها في واحد الأجل اللي يكون معقول، ولكن في انتظار كان طبيعي جدا أنه يبدأ المشروع ديال طريق السيار د الماء من المنطقة ديال سبو في شطره الأول إلى المنطقة أو إلى الحوض ديال أبي القرق. الكلفة ديالو 6 المليار، تكلمت عليه الأسبوع ما قبل الماضي على ما أعتقد. الأشغال غادية فيه مزيان، نقدروا نكملوا إن شاء الله بإذن الله تعالى قبل الصيف، يعني في جويي ولا في بداية أوت. الوقت المتعاقد عليه هو أكتوبر، لكن هذا المشروع الآن كيمشي بنسبة إنجاز جيدة. كان واحد المشكل بسيط مرتبط بهذاك القنوات الفولاذية اللي كنا كنستوردوها من دولة معينة، وهاد الدولة لأن ما كنجيهمش بلادنا، هذوك اللي عندهم داك الديامتر الكبير. هذه الدولة كانت فيها واحد الصعوبات مرتبطة بواحد الكارثة طبيعية وقعت فيها. عملنا واحد المرسوم اللي صدقنا عليه في الأسبوع ما قبل الماضي على ما أعتقد، اللي من خلاله زوّنا داك الرسوم الجمركية على استيراد هاد الأنابيب الفولاذية من دولة الهند، والهدف هو نخدموا هذا المشروع هذا باش يتنجز في وقت معقول، وباش نقدروا نحولوا المياه في شطرها الأول من الحوض ديال سبو إلى الحوض ديال أبي رقراق. بالمناسبة هذا الحوض ديال أبي رقراق والسد ديال محمد بن عبد الله راه هو اللي كيعطي الشمال الدار البيضاء، دونك في واحد الجزء كبير نقدروا نعالجوا المشكل على مستوى الدار البيضاء وعلى مستوى الرباط. مجموعة من المشاريع كاينة تحلية في مجموعة من المناطق، سواء في الجنوب ولا في المنطقة ديال جديدة وديال أسفي. بالإضافة إلى أنه الاجتماع اللي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله أعطى توجيهات للحكومة لكي أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى لقيد الإنجاز، برمجة سدين كبيرين إضافيين و6 مناطق، سواء في الجنوب ولا في المنطقة ديال الجديدة وديال أسفي. بالإضافة إلى أنه الاجتماع اللي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله أعطى توجيهات للحكومة لكي أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى لقيد الإنجاز، برمجة سدين كبيرين إضافيين و6 سدود متوسطة غادي يرفع القيمة الإجمالية بواحد 6 المليار متر مكعب. تفعيل الشطر الاستعجالي ديال اللي تكلمت عليه الآن، ديال الحوض ديال سبو مع الحوض ديال أبي رقراق لنقل